قصيدتي على الانترنت. الصديق الجليل الأستاذ الناقد الشاب كتب عنها دراسة في حسين بافقيه، نشرت في جريدة الرياض وأعيد نشرها في جريدة الإعلام بعنوان شاعر يهجو الانترنت. في آخرها: وكل معرفة ما لامست كبدي ولا تشربتها بالعقل والمقل لسوف تنفر من حسي كما نفرت حمر الطيوف بعين الشارب الثمل. يا الله. طيب الآن الإنترنت فيه يعني كتب نعم تحمل في الإنترنت وصار مورد للثقافة والمعرفة والدراسات كانت قصيدتي عن الكتاب الورقي، كانوا يقولوا عن الكتاب الورقي سنوات وينتهي. لست مجنونا حتى هجم الانترنت أنا مستفيد منه. يقولون الكتاب الورقي انتهى. هذا ما قلته في قصيدتي هذه، أن الكتاب يظل سيدا. نعم، ما قلته يقولون هو شباب في سن أبنائي. ولدي كتاب أخذته قبل أسبوعين من مجلة من كنوز المعرفة من جدة بعنوان 27 خرافة عن القراءة. منها يقولوا إن الكتاب الورقي المؤلفين اثنان اشتركوا في تأليف الكتاب. فقلت في هذه القصيدة الشباب في سن أبنائي يقولون أنها لا يمكن أن يموت الكتاب الورقي، لا يمكن أن يموت أبدا.